كيفكم؟ صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا انتم متعودين علي كل يوم لازم صبح عليكم، واليوم تاخرت، صار الظهر، هو صارت الساعه 2. بس صدقا فقت على شغل وما شغل. حتى نسكافيه بالزول شربتها بارده كمان، لانه كان عندنا البراد. اذا حضرتوا الستوري عن حساب ريتشو انستغرام، كان البراد منزوع عم يطلع هيك صوت ور 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 كذا، وكثير مزعج كان. اجت الشركه فكت هي القطعه اللي هون، هي شايفينها، مو مظبط المروحه وما عاد في صوت ابدا، ورجع مثل النحله، عين الله عليه. طبعا انا اضطريت اني اقوم ليف البراد، شوفوا كيف كلياته ليفته كل هدول لبين ما خلصوا هن وصلحوا البراد يعني. حتى هذا البراد امبارحه رتبته ونظفته وكل شيء تمام، بس الفريزر كان فيها مشكله هيك ما قربت عليه، فطلعوا الحفله اللي عندي اياها هلا هون. يعني ايش الصباح بنحز عليها الصراحه. فلهيك هلا خلصت النسكافيه تبعتي بعد ما صارت تبوظ. فهلا طالما خلص البراد وكل شيء، فانا لازم، بما انه خلص البراد له شيء، فهلا بس خلص ترتيب رح فرجيكم وصور لكم كل شيء، وما تدققوا كثير على شعراتي كيف هيك منكوشين انه عادي. وهيك رتبت الفريزر بالكامل، وشعراتي مشخبطين اهم شيء. هلا اليوم الغدا، هلا انا عندي من امبارحه عملت فاصوليا خضراء مع لحمه، هيك عطرة حامض فوق كتير طيب، تغمز نحن بناكلها. فلما نظفت الفريزر عندي صفيحة شي نص كيلو تقريبا، مدري كيلو. فقلت له ريتشو شو بدي اطبخ؟ قلت له في هيك، وفي عندي شي صحنين تقريبا فاصوليا خضراء. قال لي ما تطبخي. انا انبسطت كتير انه اليوم ما رح اطبخ، فاليوم هيك رح نقضيها. هلا بس نتغدى بصور لكم كمان. فانتو شو طبختكم اليوم؟ خبروني لشوف شان لبكره، عم حضر من هلا لبكره شو بدي اطبخ. وهلا بعد ما انا جهزت حالي وجهزت اغراض ميرو المشاغبه، تعالوا هون، تعالوا حدون حدون حدون. يا عمري يا عمري، بدي اخذها على الروضه وانزل اجيب شويه اغراض للبيت وارجع. ايه انا اليوم ما عملت لك جدولات، ها ما عملت لك هيك قروني بس. شو هي ميرو متعوده يوم جدولات، يوم اثنين، يوم هيك شو. اوه اوه مريم. ما بترضى تقرب على الشاشة وتبوسكم. الأستاذ ريتشو مشغول، ما له فاضي ياخذني هلا على المول لحتى اجيب اغراضي الناقصني. المسويات حبيبي انا باخذك. عجبكم؟ صلحت لك البراد. اي والله كتر خيرك، والله كان البراد بس كان زعل. الثلاجة كانت خربانة. ايه كان صوتها كثير مزعج. يعني انا اليوم بالليل بحط راسي وبنام مرتاح. ايه ما في حدا يفيقني. ايه ما في. ما عندك شي مصيبة ثانية؟ لا ما عندي ان شاء الله. اجوا الشركة وزبطوا لك ايه الثلاجة وامورك كلها تمام. عن جد، لانه صوت البراد كان كثير مزعج. مشان صوت البراد، كل شيء اللي يخرب غرض عند المرأة بالمطبخ. أكيد. كل شيء اللي يخرب غرض، فضيحة فضيحة. المسا اذا ما اخذتني رح تصير فضيحه. لا فهمتك. ليه؟ لانه عن جد ناقصني اغراض. يا جماعه اليوم الجو بدبي بيجنن وخشتم شاي، فقلت له طيب اوكي، ما بدك تروح تجيب لي اغراض اللي بدي اياهم؟ ايش بقى عامل حال؟ نسيت شيء بالسيارة. لا ما نسيت شيء، تعال هون والله بس مش معك. تعال هون. لما كنا مخطوبين بس قل له الجو اليوم الجو كثير حلو حبيبي، مشي نطلع نتمشى. يترك كل الشغل اللي بايده، كل الشغل اللي بايده، بيجي حياتي تكرم عينك يلا جاي دغري. وهلا والله كمان تكرم عينك، والله كمان وين بدك تروحي؟ تكرم عينك خلص والله. وين بدك تروحي؟ يلا تعي دخلت على البناية، وين بدك تروحي تكرم عينك؟ شفتوا شلون الرجال بيتغيروا؟ كلهم هيك والله. لا ما والله ما بستحق. عملت شيء. كنت جاي نام، نومة المسويات، بس دق الباب فجأة وجا الشيئين. فمو بس طارت النعوسة، طارت امها للنعوسة. قمت له ريتشو انه قيس ثيابه وهيك، قام قال لي ريتشو برا انا بدي نام، شو دخلني فيك؟ روحي قيسي يوم ما بدك. قال لي بدي نام. فانا مستحيل اني يجيني نوم وفي عندي طلبية شيء انا بسيطة، وانه ما اقيس وشوف الثياب كيف رح يطلعوا. هيك ضميري ما بيرتاح، ما بقدر انام. فمي متحمس لحتى نجرب الطلبية بالكامل، في كتير شغلات طلبتهم ثياب حلوة هيك، فتعالوا نجربهم مع بعض. بتعرفوا شو احلى شيء؟ بس لما اطلب الطلبية انا هون الراحة النفسية، بس انا افتح الطلبية وبدي اشتغل. حبيباتي
عن جد نحن بنات كثير بنحب الثياب، والله انا ليش بجيب الثياب مثلا كل ما بشوف موديل حلو بحب جيبه يعني. اوكي، وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. صايرة كثير عم حب اللون الأورنج كثير مو شوي. خمسة، هاي مو ثياب، هاي بالكم شو. خمسة، ستة، جرابات، هاي ما دخلها، وهي اوكي ميك اب. وهون في عندنا بوطين وكمان شغلات. خلينا نبلش بالثياب. هلا اول شي رح فرجيكم الاغراض اللي جايبتهم للمكتب لريتشو. عنده الكنباي فاضي ما عليها مخدات، وانا عندي هون طقم الصالون ففي جايين مخدات زياده، فقلت طالما عندي حشوات انا ليش ما بطلب له شيء وجوه لحتى هيك يغير ديكور يعني المكتب. فطلبت له هيك شيء شوفوا بيانو فيهم كمان هيك علامات موسيقى. وهاد هيك ما طلبته نفس الشيء مشان ما طلبت كل وحده شكل. هذا السلم الموسيقي شايفين كيف كثير حبيتهم هدول للمكتب، جبت كل وحده لون. هلا هون خلونا نبلش من هون على جنب. طلع هدول كلهم افرول. اما هون تعال فرجيكم البوط. جبت بوطين اسود يمكن الاثنين. شوفوا هالبوط لانه عندي واحد ابيض ساده. هلا انا البوط صراحه يعني ما بحب مثلا شايفين هذا كيف اسود كله، ما بحب مثلا يكون هون اسود او النعل هون تبعه ابيض، يعني قليل ما اجيب هيك شيء لون. بحبه هيك طبس يا ابيض كامل يا، فمثل ما قلت لكم بحبه يعني لون يكون كامل، يعني ما انه والله ملون كتير. يعني بحب جيب هيك شيء بس انه ما كتير انا بستخدمه. بحب هيك اللون ساده مشان اقدر البي عليه الشيء اللي بدي اياه. هذا واحد وهذا الثاني. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي هاد جبته كرمال في فساتين قصار. رح البسهم عليه هيك اجمل بيطلع من نص بدري. هذا بنشوف مع بعض. والاهم شيء للبس الفساتين جبت هاد جايبه منه اسود مره حكيت فيه عنه عن قناتي. هذا لا جلد ليك كيف لحمي. هذا يا جماعه بلبسه مثلا طلعوا كيف وبدفي يعني انه اوكي. اكيد ما رح البس فستان قصير مثلا او لفوق الركبه شوي يكون مثلا تحته في زون، لا هيك مثلا كلون شايفين كيف بتكون اجمل واحلى بيعطي شياكه اكثر. هلا رح نجربهم مع الفساتين. جايبه واحد اورانج واحد رمادي واحد رمادي واسود. يمكن انا ارجع اتاكد من الطلبيه واصور لكم اياها. لك انه يعني شوفوا لي جمال الاورانج كتير حلو كتير عجبني. هذا كتير دافي. وشوفوا انا عندي واحد اسود جايبته من قبل كمان. فيني البس عليه بيج وفيني البس عليه اسود يعني حسب اللباس طبعا. للاسود فيني البسه على الشريط جايبته كمان في فستان لون رمادي تلقون عنه كمان راح اجربه. بس شو رايكم بالبوت مع اللباس هيك؟ حبيت انا حركته من هون. شوفوا كيف تخيمكم لإله. شوفوا لي كياتة هالفستان قديش حلو هيك وسمبل ما فيه كتير تعجيق، ولونه كمان لون هيك بيج وقماشته كتير ناعمة هيك وبتدفي. اما البواط فيني البس هيك شي شايفين قديش حلو وفيني البس هيك شي يعني مثل ما انا بدي. اما الكولون يا جماعة ما تفكروا ابدا انه هذا جسمي مبين، لانه هذا الكولون هو اسود من برا بس مجرد ما مط فبيبين لون اللحمي. هو من جوا حاطين طبقة تانية لون لحمي مشان يبين بهالطريقة ما يبين هيك مثل الفيزون كذا. عرفتوا كيف؟ هلا بس اشلح الكولون فرجيكم اياه من جوا. عن جد بيجننوا وبيدفوا كمان هدول الكولونات. يعني حبيت الفستان حتى لو تحت الثياب يعني مو انه بس تحت الفستان بس انه بيرفكت. في هذا اللون بني جبت بيج وبني واسود. انا يعني هدول اكثر الوان طلعوا كيف من جوا بيجنن كثير دافي كثير مو شوي. هلا البني كمان بيروح على البيج يعني بيلبالوا انا بحس. بس هون ساعتها بدي البس باجري بتوقع لون بيج حتى يبين يعني انه يعطي جمالي اكثر. هلا رح اجرب لكم الفستان الثاني. هلا في هذا الجاكيت كمان هيك ما بعرف تلاقوا حلو هيك يكون هيك فوق مثلا. شو رايكم انتم؟ هلا انا ما حسيته انه مزعج. هذاك جاكيت ما انه كثير سميك ولا نوري كتير يعني وسط ماشي حاله. انا حبيته والله طلع حتى انه طويل من ورا عجبني. شو رايكم انتو؟ هذا كتير عجبني طلعوا له جيوب كمان اهم شي الجيوب. هلا هاد كمان بحس الجاكيت رح يطلع عليه حلو. يعني انا نسقت الجاكيت لون اسود انه ما جبته غير لون كل ما يروح على كل الفساتين اللي جبتهم. بس انا بحس هاد ما بعرف بيلبق له هيك ولا هيك. شو رايكم انتو؟ اي واحد بيلبق. هلا الاثنين حلوين لانه اثنيناتهم سود يعني بس انه كموديل يعني
انا حدا كتير بحب دب الباندا. شوفوا كفر تليفون دب الباندا، وكنت كتير متشوقة لحتى البس هذا الافرول، بس انا ما توقعته هيك. هو بحسه افرول هيك للطلعة بس سميك، يعني انا ما بعرف كيف ما حبيت، وحسيته هيك كبير. بتعرف انه هذا اصغر مقاس، هو اكس سمول. انا ما حبيت، ما عجبني. انتو شو رايكم؟ عم فكر انه في جيوب ما بعرف، انا حسيته كبير. شو؟ انا لا. انتو شو؟ ماما حبته والله، قالت لي حتى لو كبير شوي يعني عادي. عندك حتى الطاقية طلعوا كيف تحسوا لراس دب. دب يعني عن جد دب الباندا مو دب. شوفوا هدول فيزون طلعوا كيف جواتهم بجنن. هذا فرو اخف شوي، هذا اسمك نتفة. هذا ما فيه فرو بس طلعوا كيف الطبقتين جايين، يعني وحدة بيج والاسود عشان ما يبين الجلد. كتير حبيتهم عن جد، يعني مفيدين. هاي. حلو. هذا كتير حبيته انا، هيك وسميك مو كتير بس انه بيدفي. طلعوا كيف هيك وسماكته كيف بيدفي للبيت لكذا. اذا طلعنا شي محل يعني احنا ننام مثلا بيت هنيك، فانه حلو مهضوم. كتير حبيته. يا بكره يا بعد بكره ان شاء الله يمكن حتوصلني طلبيه تانية طالبة فيها شغلات الي ولماما كمان. في شي افرولات، في شي تياب للطلعه. انا كتير بحب البس هيك افرولات اسود او جينز. هذا من تحت ابيض اكيد اجمل من الاسود انا بحس، بس انه اوكي يعني هذا من هذاك الابيض متوسخ فما بدي ادخل فيه على البيت. كتير حبيت. وهذا قماشته يعني ما سميكة، بيلبس صيفي شتوي، فيني البسه على الجهتين. كتير عجبني هيك، ولونه سواد وبيجنن. شو رايكم فيه كمان؟ شو رايكم بهي؟ هلا هي اوكي بلوزة عادية يعني هي لكل يوم، بس انه انا حبيت لونها. وبعدين ما فيها كتير تاج حتى من ورا السادة يعني. وهيك كتافها نازلين، هي هيك موديلة. شو رايكم فيها؟ اللون الاورنج انا بحسه كتير بيلبق لبشرتي انا، صح؟ انه لازم بعد كل طلبية يصير في عندي دمار شامل. كنت رح اوقف بالاغراض. ليش؟ لانه طبعا الوحدة بتغير لتشوف القياسات وكيف رح يطلع على اللبس وهيك. انه انا كل الاغراض الحمد لله توفقت فيهم. هلا انا لازم ضبط قبل ما تيجي امي وتبلش بهادر فيني. بس هاد يعني توقعت يطلع كتير حلو دب الباندا، بس مع الاسف طلع كبير. وحتى القماش البيت وحسيتها يعني هيك البيت ما عجبتني، وكتير سميك كمان. طالما هون الجو بالامارات يعني قليل ليصير برد برد برد، فانه سميك شوي اوكي مقبول. يعني هاد شايفين هاد سماكته مقبولة وهيك وناعم على الجسم، اما هاد ما عجبني ابدا. هاي القطعة الوحيدة اللي رح راجعه. الباقي الحمد لله كلهم توفقت فيهم. لازم هلا ضب الغرض بسرعة ما تيجي امي، لانه امها بتعرفون اذا البنت نكشت شي فلازم يبهدلوها، ما بصير.